والسلام عليكم، حلقه جديده من مزمزه كوره جديده وبزوز النت. عجبكم حلقه جديده من مزمزه في الفانتزي ما قبل الجوله 23. يلا بسرعه، مفيش وقت كده، هنرجع على طول للسبت الممتاز من اول الجوله اللي جايه دي. وعارف الوقت زنقه ولسه شايفيني وكده، بس الديدلاين على طول اوام لسه امبارح مخلصين ماتش يونايتد ضد ولفرهامبتون المثير جدا اللي خلص 4-3. ودلوقتي اهو يعني هنصور حلقه وبكره على طول بدايه الجوله اللي بعديها. النهارده كالعاده هنتكلم عن حاجتين: ايه اهم الماتشات المستهدفه وايه اللعيبه اللي علينا عليها، وطبعا تاني جزء هو الكابتن. خلينا كده نبدا بالماتشات المستهدفه. في رايي اول ماتش واسهل ماتش الجوله دي وهو ماتش نيوكاسل ضد لوتون على ملعب نيوكاسل. للاسف تم اصابه ايزاك مهاجم نيوكاسل، وشكله كده هيجيب شويه اسابيع وشكله كده مطول يعني. طبعا مع اصابه ايزاك ومع اصابه كالوم ويلسون اصلا، فشايف كده ان نيوكاسل هتعتمد على جوردون كمهاجم صريح. اكيد جوردون في الفتره اللي فاتت كان في فورمه كويسه جدا، فاكيد لما يلعب كمهاجم صريح هيكون اكتر، وممكن يكون نسبته ان هو يسجل جول مثلا او يصنع جول تكون اكبر. يزود خبر ان جوردن ممكن يلعب كمهاجم صريح. انا مش عارف مين ممكن تاني ممكن يلعب كمهاجم صريح في نيوكاسل يعني، بس كمان في خبر ان هيرفي بارنز هيكون جاهز من اول الجوله الجايه. انا شايف ان هيرفي بارنز هيلعب في مكانه العادي اللي هو جناح شمال، وجوردن هيلعب كانه مهاجم صريح. الماتش هيكون صعب شويه عشان لوتون في الجوله اللي فاتت كسب برايتون 4-0، ودي كانت مفاجاه كبيره. بس انا كنت قلت لكم ماتش برايتون مع لوتون على ملعب لوتون هيكون غلط جدا جدا جدا، بس ده في الماتش ده على ارض نيوكاسل ونيوكاسل لسه كسبان استون فيلا 3-1. اتوقع طبعا ان فرص نيوكاسل هتكون اكبر من الماتش ده. تاني ماتش هتكلم عليه النهارده هو ماتش ايفرتون ضد توتنهام. عارف ان ده اول ماتش في الجوله، عارف ان الماتش ده في ملعب ايفرتون، بس واضح ان توتنهام المهاجمين بتوعه في فورم عاليه جدا في البريمير ليج، خصوصا شالتون اللي سجل ثالث ماتش على التوالي في الماتش اللي فات. تيمو فيرنر صنع جون، ماديسون كمان موجود. متوقع جدا ان توتنهام حامل خطوره جدا على ايفرتون، واكيد طبعا عينك برضه على بيدرو بورو يا اما اودوجي اللي كمان سجل جون في الجوله اللي فاتت. الماتش اللي بعده اللي حابب اتكلم عليه هو ماتش استون فيلا ضد شيفيلد. عارف ان الماتش ده في الدور الاول كان عامل زي صدمه كبيره جدا، ان هو الماتش اصلا شيفيلد كان كسبان لحد الدقيقه مش فاكر حاجه و90 في الاخر، لحد ما زانيولو جاب جون، واستون فيلا اصلا تعادلت مع شيفيلد 1-1 بالعافيه، وقت ان استون فيلا كانت عايزه تكسب عشان تكون متصدره الدوري. وانا عن نفسي وناس كتيره طبعا كانوا جايبين واتكنز وجايبين ديابي وكده، وانا لبست على نفسي كابتن واتكنز. المره دي بقى الماتش على ارض شيفيلد، فممكن يكون الماتش اغلى شويه، بس ما زال ان ده شيفيلد يعني. الجوله اللي فاتت يعني كريستال بالاس كسبوهم 3-2، بس برضو استون فيلا ما زالت خطيره. الماتش اللي جاي هتكلم عليه هو سيتي ضد برينفورد. الماتش ده يعني حطيته بتاع رابع الماتش عشان الماتش جلس شويه على ارض برينفورد. الجوله اللي فاتت خسرت 3-2 ضد توتنهام في ملعب توتنهام، فبرضو برينفورد يعني واضح ان هم في فورمه. الماتش قالين كسبوه، فبرضه ان اكيد توني عامل معاهم شغل. الماتش ده برضه ممكن يكون غير شويه على السيتي، وفي نفس الوقت برضه احنا مش متاكدين هل هالاند هيبدا اساسي ولا لا. هالاند نزل اخر ربع ساعه ولا ثلث ساعه الجوله اللي فاتت. دي بروين برضه يعني ممكن يكون هو الاساسي. الفاريز برضه الجوله اللي فاتت جاب جونين، فمش عارف هل هو هيسيبه مثلا وينزل هالاند برضه في الاخر ولا هيعمل ايه، عشان يعني مش بتكلم هو اكيد هالاند كده كده هيلعب اساسي على الفاريز في الفترات اللي جايه، بس انا مش متاكد هل هالاند هيكون بكامل جاهزيته ان هو يلعب كاساسي الماتش ده ولا برضه لسه يعني هيريحه شويه. والماتش اللي بعديه حابب اتكلم عليه هو الماتش هتكلم عليه عشان لعيب واحد بس، وهو ماتش نوتنجهام ضد بورنموث. فالماتش ده بالنسبه لبورنموث هيكون ماتش سهل بالنسبه لسولانكل، بقى تاني هدافين الدوري ب 13 جون، فمتوقع جدا ان هو ممكن يتالق برضه بالماتش ده. اخر ماتش حابب اتكلم عليه هو ماتش تشيلسي وولفرهامبتون. بتكلم عليه عشان الناحيتين، بالنسبه لتشيلسي او بالنسبه لولفرهامبتون. عارف ان تشيلسي فورمه وحشه جدا، وليفربول لسه مسجل فيه 4 جوان، الماتش خلص 4-1 الجوله اللي فاتت، بس برضو ماتش ضد ولفرهامبتون وماتش كمان على ستانفورد بريدج، فمتوقع جدا ان تشيلسي ممكن يكون في يومه وقتها. وبرضو في نفس الوقت ولفرهامبتون لو انت عندك بيدرو نيتو لعبه، بيدرو نيتو رجع يعني برضو رجع بالفورمه بتاعته الجوله اللي فاتت، جاب جون وصنع جون، فبرضو ما زال خطير، ممكن ولفرهامبتون يعني يسجله. فلو انت عندك لعيبه من تشيلسي في الدفاع اكيد ما تلعبهاش، بس عايز تلعب طبعا من الهجوم لعبه. ونيجي تاني جزء في الفيديو هو جزء الكابتن. وكالعاده عندنا نوعين من الكابتن: كابتنه مضمونه وكابتنه ديفرنشال. خلينا كده نبدا بالكابتنه المضمونه. وشايف طبعا يعني مش عايز اقول هالاند زي الجوله اللي فاتت، وهالاند اصلا لاعب احتياطي. انا كنت قلت لكم لازم نشوف التسريبات، فبرضه بقول لكم الجوله دي لازم نشوف اي تسريبات هل هالاند هيلعب اساسي ولا لا. كان تفكيرنا كده مع هالاند ولا دي بروين، وفي الاخر نسينا ان الفاريز هو الموجود، والفاريز قدر يسجل جونين، ويعني وناس كتير ندمت جدا ان هي ما كابتنتوش. فبرضه شايف اللي هو الاضمن انت كابتن مثلا الفاريز هو ده في الملعب، سواء هيلعب اساسي سواء هيلعب احتياطي مش عارف يعني، بس يعني عايز تكابتن هالاند تاخد الريسك
براحتك. في رايي تاني كابتنه وهي كابتنه جوردن ضد لوتون، زي ما قلت لكم جوردن هيلعب كمهاجم صريح. ثالث كابتنه في رايي سولانكي ضد نوتنجهام. واخر كابتنه مضمونه ممكن تكون مثلا انك تكابتن حد من استون فيلا او تكابتن حد من توتنهام، وفي رايي في توتنهام هتكون يعني نسبه فرصها اعلى شويه انك تكابتن مثلا لتشيلسي ولا حاجه. بالنسبه بقى لكابتنه الديفرنشال، فخلينا كده نتكلم عن قمه الجوله دي، وهو قمه ارسنال ضد ليفربول. الجوله اللي فاتت قلت لكم ممكن تكابتنوا جوتا كابتنه ديفرنشال في ماتش قمه ضد تشيلسي، وفعلا جوتا سجل واتالق. فالجوله دي برضو ارسنال طبعا اكيد مش زي ليفربول، ارسنال هيكون ماتش صعب جدا، خصوصا ان هو صراع على اللقب. فشايف برضو لو انت عايز تكابتن حد، فشايف ان هو يكون جوتا من الماتش ده. ومن ارسنال ساكا صحيح اتألق الماتش اللي فات، بس مش قادر اقول انت كابتنه ولا لا يعني، فممكن مارتينيلي عشان مارتينيلي بيتألق شويه الماتشات دي. وفي رايي كابتن الديفرنشال التانية ممكن مثلا بيدرو نيتو ضد تشيلسي، وممكن مثلا من السيتي لو عايز تكابتن حد ممكن دوكو او فودن، ممكن من استون فيلا مثلا انك تكابتن ديابي. وفي نهايه الفيديو حابب برضه استعرض لكم نسبه الكلين شيت المتوقعه للجوله دي، وحابب اقول لكم خبر كده بس لسه مش مؤكد، فيه خبر نازل ان في احتماليه كبيره ان الجوله 25 يكون فيها دبل كمان، غير الدبل اللي قبل كده قلت لكم عليه بتاع سيتي ضد تشيلسي وبرينفورد، غير الدبل بتاع برينفورد. هيكون في دبل بنسبه كبيره جدا عشان اضافه ماتش ليفربول ولوتون في الجوله 25. صحيح ليفربول هيكون بلانك في الجوله 26، بس هيكون في دبل في ال 25 عشان برضو اقول لك قبل مثلا ما انت تفكر انك تبيع اي لعيب من عندهم ولا اي حاجه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اهم حاجه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وجديد شديد ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.